يا جدعان، في سر خطير محدش بيقوله عن نوكود في السعودية. عارف ليه 90% من الشركات الناشئة اللي بتستخدمه هتتدبس في 2026؟ ركز معايا. كتير من اصحاب الشركات الناشئة بيجروا على النوكود عشان يعملوا تطبيقاتهم بسرعة ومن غير ما يدفعوا كتير للمبرمجين. ده حلو في الاول عشان تبدأ وتجرب فكرتك، بس المشكلة انك كده بتبني بيتك على ارض مش بتاعتك. الشركة اللي عملت لك برنامج النوكود ممكن في اي وقت تزود عليك الاسعار او تتحكم في بيانات العملاء بتوعك او حتى تغير شروطها. ساعتها لو شغلك كبر هتلاقي نفسك محبوس ومضطر تدفع دم قلبك عشان تنقل شغلك لكود حقيقي او تبدأ من الصفر تاني. وده اللي بيحصل لشركات كبيرة دلوقتي وبتكتشف انها وقعت في فخ كبير بعد ما كبرت. الخلاصة، النو كود زي سيارة الأجرة، بتوصلك مشوار بسرعة، بس لو عايز تسافر مسافات طويلة وتتحكم في طريقك لازم يكون عندك سيارتك الخاصة، الكود الخاص بيك. عايز تعرف امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده عشان ما تتدبسش في مشروعك؟ استنى الجديد. وفي النهاية ما تنساش تابعني وخليك قناص.